تعال يا ولدي. تعال ولد. مالك ما من قعدت قاعد شايفك الليلة كده ما تبعي في شنو؟ عندي مقابلة بتاعت شغل. طيب كويس. وقالوا لك شنو؟ ما قال حتى لو ادوني له كده يعني هدوني 6 شهور بس ما هدوني اكتر من كده. 6 شهور ليه يعني؟ ما شايف درجاتك كويسة، درجاتك العلمية كويسة عالية، ليه ادوك 6 شهور؟ صدقني ما عارف يا جد، الواحد بعد ما يتفاعل انه خلاص يعني والبلد حيكون كويس، لكن بعد ده لسه الامور ما اتصلحت. كويس، لكن 6 شهور ده ذاته، 6 شهور ده احنا البلد هيصلح هيبقى كويس، احنا هنرجع انا والبلد نكون في حتة تاني، كون احنا بعد 6 شهور ده كتير. 6 شهور شنو يا جد؟ ما تقول شهرين يا جد ان شاء الله الامور تتصلح. يا ريت يكون يومين ما شهرين، يا ريت يكون يومين. احنا نرجع البلد ونقعد ونرجع في عزنا يعني. بنتمنى بيد صراحه إن شاء ده الله. طبعا ده الحاجه اللي في ظلنا الوحيده اللي هو إن شاء الله. الاحلام اللي في ظلنا مجاني. ان شاء الله الاحلام طبعا ما بيقولوش، لكن ان شاء الله احنا البلد هنمشي، البلد هيصلح، هتبقى كويسين. ربنا يصلح حال البلد. امين ان شاء الله. في البداية السلام لكم أخوي السوداني أختي السودانية، فمرحبا بكم جميعا. أنا مبسوط إنه أكون معاكم في حاجة جميلة وحلوة خالص، فمرحبا بك عشان نستمتع مع بعض. الموضوع اللي احنا هنتناوله وهنتكلم عنه بخصني أنا وإنت، إحنا كسودانيين، فعشان كده أشجعك إنه نكمل مع بعض. فمرحبا بك. موضوعنا بعد ما إحنا أصبحنا في شتات، مفكرين نرجع ولا نكمل بعد ما أصبحنا في دول الجوار. أسئلة كثيرة في عقولنا. مسألة المستقبل بقى حاجة صعبة للمواطن السوداني، بقى شبه الموجات الصوتية اللي ما بتعرف جملة مفيدة. يعني ببساطة وللأسف الشديد إننا فقدنا استقرارنا. يعني لو لسه أنت بتعيش في السودان أو أنت تحت الضغط، يعني أنت في الحذر إنه في طلقة طايشة، في ممكن أموت في أي وقت، أو لو أنت خرجت من السودان وما زلت برضه منتظر هترجع ولا لا، والأصعب إنك بتعيش في بلد غريب، بلد فيه عادات تانية بتختلف عن عاداتك تماما، عن ثقافتك. مش كده بس، تحديات والمسؤوليات وفجأة اتغيرت واتبدلت مكانا وزمانا. من الآخر الدنيا زي ما احنا شايفين خربت، ولا انت قادر تعيش في بلدك مرتاح، ولا الزول اطلع من بلده فاكر انه برضه يعيش مرتاح. حقيقة وبكل صراحة من حقنا انا وانت كمواطنين سودانيين ما زلنا نعيش ايا كان بنعيش، وبنمر بظروف شكلها شنو، بس كويس انه احنا عايشين. الفكرة انه المستقبل كلمة ارتبطت بالاعلانات والدعاية وبقت زي السلع في السوق باعلى نسب ربح، لكن الواقع ان المستقبل عكس الكلام المعسول في الاعلانات. سيدنا ابراهيم عليه السلام كان بيحلم زي باقي قبيلته انه يجيب اطفال ويتزوج ويكون عنده اسره، كل الطبيعه البشريه يعني بتاعت الناس انه يتزوجوا ويجيبوا عيال يعيشوا في بيت وقصر جميل. لكن ابراهيم الدعوه كانت من داخله كان اعمق واقوى بكثير من دعايه الاستقرار والمستقبل المنطقي والنمطي، الحاجات المعروفه لدينا انه لا اكون في بيت جميل وكده. صدق، والصوت جواه كان بيخرج، يعني بيديه انه يا ابراهيم اخرج من عرضك وعشيرتك وانا اجعلك امه تتبارك بك. الشعوب والنسلك يكون قد قدر عدد الرمل والبحر ونجوم السماء. كان شيء عظيم. ابراهيم كان عنده 100 سنه وقتا هو جاب اول طفل. انت بتشوف يعني متخيل يعني انه زول كبير يعني عمره 100 سنه، لا المفروض الطموح بتاعه المستقبل والانجاز والكلام الرنان وغيره، لكن قطع احد بينه وبين اله انه انا مكمل مصدق إن انا اتخلقت لخطه صالحه، لان الله بيعرفه كويس وبيهتم به وبيحبه. ودوره او دوري انه اصدق يعني انه مهما كان او مهما كنت بمر بظروف صعبه، ما في حياه لها رتم محدد او وضعيه محدده. كلمه احلام ومعها يعني تكليف ودور وكده. ببساطة المستقبل هو كلمة مبحرة، لكن ممكن تسرق يومك الطبيعي. عشان كده تفهم حياتك صح، تأكد من أهم 3 حقائق. أنت مخلوق من الله بقصد وبهدف، فدايما لازم تسأل
الله اللي خلقك اللي اداك التكليف بشكل واضح، تتمكن منه ويتحقق الاستقرار الحقيقي اللي هو السلام الداخلي من خلال هويتك. يعني التكنولوجيا التركيبة الداخلية لذاتك، أنت إنسان كأي مخلوق من نفس وروح وجسد، وأنت بالنهاية كائن روحاني، فعليك أن تتمسك بكل المبادئ تثبتك على حقيقة كيانتك. فكل ما تمشي بحسب قوانين الملكوت أو بحسب القوانين بتاعت إنك أنت الخليقة المميزة لدي الله، تزداد لك الرؤية والوضوح لكل اللي جاي والمستقبل وكده، لأن أنت الخليقة المميزة لدي الله. أعرف على من تضع أمانتك، أيوة النتيجة إنه بتحصد منها أمانة. يعني اعتمد على مبدأ الله، الله هو بيهتم بالنتيجة، لا أخاف أعمل شنو أسوي شنو وكيف أكون، لكن خلينا نرمي يعني كل اتكالنا كل حاجاتنا، لأن الله هو ضابط الكل، هو بيعرف عننا كل حاجة. فكيف إنه ممكن أنا أعمل أشياء، يعني أنا فقدت الأشياء، فقدت الوظيفة ومكانتك وبقيت في بلد تاني. لا، الله اللي قدر وعد إبراهيم إنه يعني الصعوبات والحياة البطالة أداوا إنه لا، نسلك ممكن يكون مثل البحر. ده نفس الإله اللي ممكن يعني أنت بتشوف أنا فقدت المستقبل، السيارة، فقدت كل حاجة، الجامعة، الأمور اتلخبطت، لكن الله اللي وعد إبراهيم اللي خلاه إنه نسله يتبارك وخلاه إنه يكون عنده طفل وهو بعمر 100 سنة، هو الله ممكن يخليك إنك تعيش يومك الحسة، نعيش يعني الواقع المفروض سواء حلو أو مر، لكن التركيز خليه يبقى يوم ممكن يبقى بطال ويوم يبقى جميل. وضروري على أن أستخدم كل طاقتي ومهاراتي وأنجز ما يمكن إنجازه، إنه أنا لو حتى ظروفي بطالة لكن إبراهيم خليه يبقى المثل الأعلى. في الختام، إذا كان أنت كنت داخل السودان أو خارج السودان، خلينا نرمي اعتمادنا واتكالنا على الله اللي هو قادر إنه يبدأ بينا مستقبل جديد. هو نفس الإله اللي وعد إبراهيم إنه حيكون عنده نسل. فعشان كده يا أخوي ويا أختي السودانية، خلينا نرمي اعتمادنا واتكالنا على الله. هو نفس الإله اللي خلق إبراهيم، هو نفس الإله اللي خلقنا إحنا، فخلينا نرمي اتكالنا عليه. فمرحب بكم في الحلقات الجاية. إذا عندكم أي استفسارات اكتبوا لنا ممكن على الصفحة. فمرحب بكم، أشوفكم الحلقة الجاية.